في مشاكل تانية ممكن تواجه مريض القلب وتأثر على الأوعية الطرفية. المريض اللي عنده لخبطه في ضربات قلبه اللي هي الرفرفه الاذينيه دي بتبقى لخبطه في ضربات القلب، حركه غير منتظمه لضربات القلب ممكن تكون جلطات جوه القلب، والقلب لما يجي يضخ الدم الجلطات دي ممكن تتبعت لاي عضو من اعضاء الجسم، ممكن توصل لا قدر الله للمخ، للايدين، للرجلين، لشرايين الامعاء، اي شريان بيغذي الجسم ممكن توصل له الجلطات دي. طبعا للاسف تبقى مشكله تستدعي التدخل السريع. لو جت الجلطات دي في احد اطرافك ايديك او رجليك بتحس ببروده في ايديك، تنميل، ممكن يوصل في الاخر لا قدر الله انك ما تقدرش تحرك اطرافك، ساعتها لازم تستشير في اسرع وقت دكتور اوعيه دمويه او اي مركز فيه طوارئ اوعيه دمويه، لان ساعتها بيبقى ضروري جدا ان احنا نشيل الجلطات دي جراحيا او باستخدام القسطره علشان نرجع نوصل الدم تاني لاطرافك. فضروري مريض الرفرفه الاذينيه او اللي عنده لخبطه في ضربات القلب يكون منتظم مع طبيب القلب بتاعه علشان ما يحصلوش اي مشاكل تخص الاوعيه الدمويه الطرفيه. برضو المريض اللي عنده جلطه جوه تجويف القلب، الجلطات دي ممكن يتبعت حتت منها انها توصل للاوعيه الطرفيه، وبرضو ساعتها ضروري جدا ان احنا نسلك الشرايين دي في اسرع وقت ممكن عشان نوصل دم للعضو اللي اتمنع عنه الدم، وساعتها دي بتبقى نعتبرها حاله طارئه جدا وما ينفعش تستنى فيها، لان بعد عدد ساعات معين عاده بتبقى 6 ساعات ممكن لا قدر الله العضو ده لما يتمنع عنه الدم نضطر ان احنا نشيله.